خلي بالك لو انت اب وبتجوز بنتك اوعى تقع في المقلب ده، عشان لو وقعت فيه هتضيع كل حقوق بنتك اللي هتتكتب في القايمة. طب ايه الحاجة اللي ممكن تعملها وتضيع حقوق بنتك رغم ان هي مكتوبة في القايمة؟ تابع الفيديو معايا للاخر علشان تعرف كل التفاصيل. الناس اللي بتكتب قايمة المنقولات، طبعا الواحد بيروح قاعد مع جوز بنته واحنا بينا ثقة متبادلة والكلام اللي حضراتكم عارفينه كله، وبيقول له ايه، انا همضي لك على قايمة المنقولات على بياض وانت اكتب اللي انت عايزه. دي طبعا كارثة، لان ببساطة شديدة جدا الزوج بعد ما يمضي على قايمة المنقولات على بياض ممكن يطعن فيها بالتزوير. ليه؟ في الاول وفي الاخر قايمة المنقولات دي هي عبارة عن عقد عارية، يعني انت بتسلم جوز بنتك الحاجة دي على سبيل الامانة، زيها زي ايصال الامانة كده بالظبط، على سبيل الامانة. ولو قدر الله حصل طلاق ولا حاجة فانت بتطالبه بالحاجات اللي موجودة. طيب لو الحاجات اللي موجودة دي مكتوبة بعد التوقيع هيطعن في قايمة المنقولات بالتزوير، وهيقول انا مضيت على قايمة تاني خالص، او انا مضيت من غير ما اخد بالي، او بمعنى ادق هيكون الصلب بتاع القايمة من حيث الحاجات اللي مكتوبة جواها بعد التوقيع، فمن حقه في الحالة دي ان هو يطعن بالتزوير على المحرر ده، وفي الحالة دي هياخد حكم. وفي الحالة دي طبعا حضرتك هتبقى خسرت كافة المنقولات الزوجية بتاعت بنت حضرتك. فبالتالي يا جماعة الحاجات تتكتب وبعد كده الراجل يمضي عليها، عشان ما يجيش يقولك انا ما مضيتش على حاجة او انا مضيت وهم اللي زوروا، او القصة دي كلها عشان تتلاشى ده الموضوع ده. يعني يا ريت نشار الفيديو على اكتر نطاق لو انت استفدت من الفيديو علشان كله يبقى عارف، وفولو ولايك، واستنوني في معلومة قانونية جديدة.